السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل في صحة جيدة. مرحبا بكم في قناة بيت حنونة، وصفة اخرى من وصفاتي. دونك اليوم كما راكم تشوفوا غادي ندير معكم هاد لو ديسير بزاف بنين ساهل، وايضا يعني يذوب في الفم. اذا كما تعرفوا رمضان على الابواب، ان شاء الله يدخل علينا بالصحة وبالخير ان شاء الله. دونك راح نحاول اني نتقاسم معكم مجموعة من الوصفات تكون سهلة سريعة التحضير ايضا وما تطلبش وقت. دونك بور لا غوسيت خصنا 250 غرام نتاع جبنة المسكربون، يمكن تعويضها بأي جبنة أخرى صوف تكون ما تكونش مالحة. هنا ضفت لها ملعقة كبيرة من الكاكاو المر، ملعقتين من سكر الناعم لو سكر غلاسي، ملعقتين من بودرة لا كريم شانتي، يعني لا بودر نتاع لا كريم شانتي. وهنا ضفت لهم 20 سنتيلتر من الكريمه السائله، تكون بارده. دائما الكريمه السائله في الكريم تاعكم لازم تكون بارده. انا ضفت لها ان بو نتاع لا كريم ديسير نيمبورت كال مارك. وهنايا نروحو نطلعو لا كريم تاعنا. اول حاجه في بدايه الامر نطلعوها بلا فيتاس، بعد لا بروميير فيتاس، ومن بعد نديروا لها لا فيتاس ماكسيمال، يعني السرعه القصوى، باش هكا تطلع لنا وتولي لنا فيرم. يعني الكريمه تاعك لازم تكون شاده روحها مليح. كي نكملوا هنا لو بول تاعي غادي نديره في الثلاجه لحين ما نوجد يعني المرحله الثانيه، واللي هي هاد لي غاتو نتاعنا، لي غاتو وبور، يعني متوفرين وماشي غاليين بزاف في لي كوميرس. دونك راح نشمخهم في الحليب يكون بارد، وراح يعني نسويهم كما راكم تشوفوا في المول. هذا المول تاعي كبير شويه، تنجموا ايضا ديروها يعني في ديفيرين، تنجموا ديروها في مول صغير. على هذا يعني لكم الاختيار، انا فقط الاختيار تاعي كان هاد المول. ومن بعد كي نكمل هنايا خدات لي كي نكمل يعني لي بسكويت تاعي، هنايا خداو لي دو باكي، راح نضيف عليها الكريمه لا كريم تاعي كما راكم تشوفوا، ومن بعد ندخلهم للمجمد يبردوا مليح. في هذه الاثناء نجيب لا كريم ليكيد 100 غرام من الكريمه السائله، ضفت لها 200 غرام من الشوكولا بالحليب، وضفت لهم ان بو نتاع لا كريم ديسير. راح نخلط كل شيء ونخليهم يعني يبردوا شويه، ومن بعد نخرج لو غاتو نتاعي ولا لو ديسير نتاعي كما راكم تشوفوا. لازم يكون بارد باش ما يذوبلكش لا كريم، ولازم يعني لو غلاساج نتاعك يكون شويه تاني بارد باش ما يذوبلكش لا كريم شانتيي تاعنا ولا لا كريم ماسكاربون اللي درناه. نعاودو ندخلوهم الى المجمد باش يجمدوا مليح، ومن بعد كما راكم تشوفوا نقطعوهم. الموس لازم نديروه في الماء يكون سخون، ومن بعد نمسحوه باش نقدروا نقطعوه. وهنايا زينته بهذا التزيين، هذا كاوكاو درت له فقط لو كولور اليمونتير باش يعطيني هذه النظره الجماليه اللي تشبه لي بيستاش، لو بيستاش. دونك فوالا، كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله نتلاقاكم في ساعه الخير والى الملتقى ان شاء الله. حاجه نسيت باش نقولها لكم، هاد لو ديسير مادام هيقعد في الفريغو مادام هيجي بنين. خليتكم في امان ربي والى الملتقى.